مساء الخير أو صباح الخير في الوقت اللي انتوا بتشوفوا فيه الفيديو. أنا كنت في جولة في اسكندرية أنا وبنتي، ونزلنا عند متحف الملك فاروق والأسرة المالكة. مقتنياتهم كلها بصراحة خيال، خيال في الجمال. أنا هسيبكم كده تتفرجوا على الحاجات اللي أنا صورتها. هو المفروض ما كنتش أصور فيديو لأنهم مانعين تصوير الفيديو، وقالوا كفاية تصوير بس كده عادي. بس انا جازفت وصورت فيديو. حاجات كلها مبهرة جدا جدا. حاجات مصنوعة من الذهب الخالص والألماس. حاجات خاصة بالملكة فوزية والملكة نازلي والملك فاروق والملك فؤاد ونريمان وكله، يعني حاجات كلها تحفة. شفت أواني من الذهب الخالص. شفنا كاس برضو ذهب خالص. حاجات من الألماس يعني. حاجات كلها مبهرة. المبنى نفسه جميل جدا، احنا شايفين يعني المبنى تحفة. كل حاجة جميلة طبعا. واحنا داخلين لبسونا أكياس كده في رجلنا عشان ممنوع طبعا ندخل كده، فكانوا واحد كده وقف على البوابة لبسنا أكياس كده واحنا داخلين. وخدوا أزايز المية مننا، الممنوع أصلا دخول بإزازة مية. وكل حاجة هناك نظيفة وجميلة جدا. طبعا في حمام أنا صورته ممنوع الدخول فيه. أنا هتشوفوه دلوقتي، خاص بالملك. انتوا شايفين السقف عامل ازاي؟ انتوا شايفين كمية الجمال الموجودة في المكان؟ انا هلف افرجكم على المقتنيات بتاعتهم، وبعد كده هندخل الحمام الخاص بالملك فاروق ونشوف الحاجات اللي ايه، التصميم المعماري التحفة، بجد تحفة خيال. خليكم معايا واتفرجوا.